تم بحمد الله الصلح مع يوتيوب، ومعايا يا جماعه ومعاكم النهارده فانز عندك يا اسطى صعبانين عليا، كل مره ترجع لهم وتقول لهم خلاص هلتزم وفي الاخر تقطع شهر. بصراحه يعني مشاغل مش فاضي. انت يا جماعه الغوا الاشتراك دلوقتي، عايزين ننزله عن لا يا جماعه لا يا جماعه اعملوا اشتراك وتعالوا كلوا من تيمو فرايز. اجيب فلوس منين؟ انا اصلا انا عاتب عليك يا اسطى، يعني ايه تفتح تيمو فرايز وما تبعتليش فرايزايه على اسكندريه؟ بقول لك ايه تعالى واكلك واشربك وهسكنك طول اليوم في تيمو فرايز فور فري. يعني تقعدني في الفراير يعني هو ايه اللي هسكنك دي؟ صح مش منطقي لما يا جدعان عايز اقول لكم تحمسوا للتيمو صودا. هاخد بق يمكن منعش قوي بجد، منعش قوي هيك. انا مش قادر استحمل نفسي يا جدع. يا ولاد اللعيبه انا هنفس سموزي بارادايس يا جدع. يا اسطى هو التيك توك لو قفل يا اسطى محتوانا هيبقى ايه؟ والله العظيم مش عارف. انا اكمل في المطعم بتاعي مع نفسك، شوف انت تعمل ايه. والنبي شغلني معاك. المهم يا كوكتي انا هجيب لك 2 بيحبوا بعض لدرجه ان هو كاتب في البايو ربنا يخليه لي اسراء حبيبتي. اموت انا في عصافير الحب. انا كاتب اصلا في البايو بتاعي كلام في الحب، فنزل فيديو ساعتين بيقول اسباب الانفصال. المايكرو ده قسم كامل عندنا. قالت لي ده المايكرو بتقول لي ده المايكرو ده تخصص كامل في علوم. قلت لها ايوه اكيد، بس اللي في طب يعني عندنا اكبر بغض النظر، ممكن يكون في علوم عندها اكبر. فبتقول لي لا ازاي؟ بقول لها انت هتقارني اللي في طب بعلوم؟ لا يا اسطى معلش مقارنات، معلش يعني انا من اسكندريه وقاعد معاك عادي في البيت، فمعلش لازم نشيل المقارنات، لازم نشيل الخط الفاصل. انت متخيل انك تبقى يعني بتحكي فعلا اسباب انك تسيب البت بتاعتك بسبب مايكرو؟ لا مش بنت، تسيب مراتك، فاهم؟ تفركش مع مراتك. هي ثانيه، هي كانت مراته، انا فاكرهم كانوا مخطوبين او حاجه. يا ابني كانوا اتجوزوا يا ابني وكتبوا كتاب، فاهم؟ تستاش نفسك انت باسكندريه بعد اذنك. طب انا مش ناسيها لك. خليني اقول لك نكته الاسكندراني. بالله من حوالي شهر بدات اشرح انجلش لثانويه عامه. ليه؟ عشان يساعد جنب قناه الشطرنج وجنب كورسات الطب، لان قناه الشطرنج وكورسات الطب ما تضحكش عشان دي حياتنا. بص كام درع، 1 2 4 فتح قناه طيور الجنه. وجنب كورسات الطب، لان قناه الشطرنج وكورسات الطب مش مكفيين لوحدهم. طب وفين اسراء هنا؟ مش هتعمل حاجه. ده مش بس كده، مش عارف تعمل معاك ايه يعني. تلعب معاك شطرنج، تلعب معاك جيمين. هتعمل ايه اسراء؟ ان انا بقول لها يا اسراء طيب مقابل ده، طالما انت مش بتشتغلي حاليا، مش بتدي الدروس الكيمياء، وقفت دروس ثانويه عامه تمام، مقابل ده ساعديني طيب في الشغل بتاعي. يعني ايه؟ يعني مثلا اعملي لي مثلا مونتاج لفيديو مثلا. يا عم قول بقى، قول انك عايز اديتور بقى من الاول. والله العظيم تعالى بقى كده دغري. انت طلعتها عشان مش عارفه تمنتج لك يعني. يا اسطى انا حاسس ان انا محروق فشخ. ساعتين بيشرط فيها. انا هعيشك ملكه قبل الجواز، فاهم؟ ده مشرطه يا اسطى. ممكن بق من الموهيتو لو سمحت؟ ايه ممكن بق؟ ده اخر بق. انا ظابط اخر بق ده مع بالله عليك. لا ده بتاعي. واعملي المونتاج ما بياخدش 10 دقايق، بتحط الاسم وخلاص، او بتعمل كت للفيديو وخلاص. طب يا اسراء الطلبه اللي بتشترك في كورس الانجليش بتاع ثانويه عامه بتاعي، ردي على الطلبه وانا اشرح تمام. تقول لي بطبخ لك وبعمل لك اكل. قسما بالله يا جماعه 99% من الاكل اللي بنجيبه جاهز. بنجيب اكل اللي هو فراخ مشويه، بنجيب علب تونه، اكل اللي بتعمله. لو بتعمل حاجه بتعمل طبق رز، انا اعرف اعمل طبق رز. هات شويه ميه، حط الرز على النار وخلاص. بص يا اسطى حتى وهو بيشرح طريقه العمل طريقه علميه يا اسطى. هو لبق جدا اللي مساعده ان هو لبق في الكلام. لا بس بجد يا اسطى بعيدا عن الضحك والهزار، ان هي اثرت في حاجه. اثرت في ايه بقى؟ قناه الشطرنج. ان هي وقت ما تطلب ما طلبتش تيمو فرايز. والله صح ما ينفعش. ما تحلاش قعده الشطرنج غير لما الاقي بنت الحلال باذن الله هي يعني هتاخد صفقه، يعني هتاخد صفقه حلوه يعني، فاهمني؟ هجيب لها اللي هي عايزاه وما تشتغلش يعني، تكون بس اهم حاجه بس بتعرف تطبخ يعني. انت عايز طباخ يعني؟ لا يا عم ما توديناش في داهيه بقى، ما توديناش في داهيه. انا عايز طباخ عن نفسي. انا عادي. لا انا عادي، انا ايزي مش بدي. لا انا عايز بلبسك بس فلوسها اللي هتطلع من الشغل دي يا باشا تحطها في جيبها ليها هي، غير الفلوس اللي انا حدها لك. رقمي 010. اما مؤمن ان عادي مفيش مشكله لو الست ساعدت جوزها في مصاريف البيت، لو ما كانش الدنيا احسن حاجه زي ما وضحت في البدايه. لكن لو كان ربنا ميسرها عليا فخلاص انا مش محتاج. قول ان قناه الشطرنج مش جايبه معاك حقها يعني. لا يا عم ده هتلاقيه بيقول كده عشان الضرايب بس ولا حاجه. 3 قنوات وتقول لي مش جايبه همها. قابل يا عم وافتحه. ده تيمور فتح قناه واحده ولا قناتين ومعاه عربيه. ومش بس كده، رغم ان انا قسما بالله الشهر ده كان كل اسبوع عليا امتحان وعليا امتحانين. انا قسما بالدين الله يا جماعه عليا يوم الخميس بعد بكره تمام، يوم 11 عليا امتحانين، عليا امتحان ديرما ونيورو. يعني ايه تذاكر له يعني؟ طيب ولا ايه؟ مش فاهم. طب يا اسطى انت اتجوزت ليه ما دام انت كحيان كده؟ معلش يا عم اعمل فلوس وابقى اتجوز يعني. افتح مطعم بطاطس وابقى اتجوز، فاهمني؟ انت عرفت انا فاتح المطعم ليه يعني؟ تمام. ايوه انا ما تهرش. تعمل كاتنج
انا عارف ان ده شغل اطفال، بس هديت نفسها كذا كنت يعني هتنهي حياتها، وكنت بنهيها، يعني كنت اقصد كنت بنهيها، كنت بمنعها ماشي، اللي هو بنهيها عن نهي حياتها. يا وقت الاباقه ده، وقت الاباقه ده. بدل ما فتح قناه الانجليزي اللي مش جايب همها يعمل قناه عربي. بس ما تتكلمش في اي حاجه ليها علاقه بالحياه ارجوك. اتكلم في اي حاجه، اتكلم في الشطرنج. كل ده اسمه ابتزاز نفسي كده، انت بتبتزني نفسيا تمام. في البدايه لما كنت بقول لها طب انت ليه بتكلمي مهندس وانا قطعت مع كل البنات. استنى، يعني هي كانت بتكلم مهندس وانت دكتور؟ يا نهار اسود، انت مشكلته مع مهندس ده. في البدايه لما كنت بقول لها طب انت ليه بتكلمي مهندس وانا قطعت مع كل البنات تمام، تقول لي اصل ده كان صديقي ما ينفعش اقفل معاه مره واحده. قلت لها ماشي مفيش مشكله. مفيش ايه؟ مفيش مشكله. انا مع نفسي انا ما عنديش مشكله برضه، انا مهندس فيعني انا موافق. يا اسطى بس يا اسطى بس. لا بهزر، بس استنى هو موافق ازاي؟ يا اسطى بص، هو بالاخر لو الراجل اللي بيتكلمه ده لو مش كليه قمه فاهم، فخلاص يعني كده في حاجه غلط. انما ده مهندس كليه قمه عادي. هو حس بتحدي فاهم. بس مش لدرجه ان احنا هتكلموا كول اكتر من ثلث ساعه وتقولي ده هو اللي رن عليا، ولا اروح اكلم الراجل اقول انت بترن ليه على اسراء وكده، يقول لي ده خطيبتك هي اللي كلمتني. يا نهار اسود، مش عارف اقول ايه تمام. قسما بالله كنت بفكر اي حاجه نفسها فيها كنت بجيبها لها. باين. اسراء انت ما بتشتغليش ساعات. معهوش فلوس للممنتج فاهم. مش انت قلت لي ان احنا هنشارك مع بعض، اديك شايفه الظروف ومش عارف انت مش شغاله حتى في دروس الكيمياء، تقول لي انت بقيت بخيل. انا ما كنتش متوقع كده، بخيل. صدم، بص اخدت صدمه انا بقى. مراتي لما اقول لها ساعديني فاهم وانزلي اشتغلي وكده، ما ينفعش تقول انت بخيل. يا اسطى انت وحيد يا اسطى، انت ما عندكش مرات يا اسطى. خلاص يا اسطى خلاص، ما عنديش مرات ازاي؟ يعني ايه مرات؟ ايه اللي انا قلته ده صحيح؟ شغال شغلانتين جنب الدراسه عشان اوفر اللي اقدر اوفره، يعني كان كورسات الجراحه اللي كنت شارحها لطب بشري، بالاضافه لقناه الشطرنج، بالاضافه لكورسات. يا اسطى كل ما اقول خلاص شطرنج اموت ضحك. تقريبا لو عرف ان انا عامل قناه اسمها تيمو فرايز. يا ابني كفايه يا ابني، انت اعلنت الاربع حاجات في فيديو النهارده، كفايه. ممكن اعلن تاني؟ اعلن بالله عليك، اعلن تاني على التيمو ناشفيل. كنت بدخل حوالي 20,000 في الشهر، الثلاثه مجتمعين يعني لوحدي تمام الحمد لله. يعني ما كنتش بطلب من حد حاجه. اظن 20,000 يعني يمشوا الدنيا، يعني انا عارف مش احسن حاجه برضه، ولكن يمشوا الدنيا الحمد والشكر لله. ماشي عادي. لا شكله بخيل يا اسطى. ده شكله بخيل موت، ده شكله معفن. خصوصا انا الصراحه يعني جبت اخري لما لقيتها بتسال عن عادل اللي هو خطيب اختها. طب هو ليه بعد ما احنا اصلا قطعنا معاه بعد المشاكل دي، بعد ما انت اخر مره شاورتي له في الكول؟ على الهادي بقى كده، على الهادي ده غير المهندس. معايا على امنا كده احنا عندنا عادل والمهندس. انا فاكر عادل هو المهندس يا اسطى. وقناه الشطرنج. وحركه اصلا مش كويسه وانت متجوزه اصلا. هي حركه نوتي جدا فعلا، مش كويسه بجد، حركه ياكي. انا يا اسطى انت عارف انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز تعمل ايه؟ واحد موهيتو من تيمو. ليتس جو. لكن ما بحبش اطلع اتكلم في حاجه خارج محتواي. حتى ناس كتير جدا ممكن تطلب مني ميك اب توتوريال، ما بطلعش اعمل ميك اب توتوريال. طب ليه؟ ما بحبش اتكلم في حاجه. ياه والله مشكله. لا مش عارف ازاي ممكن يعيش من غير ما حد يعمل الميك اب توتوريال بتاعه. ولا السكين كير بتاع هيكا، هموت واعرف. ايه السكين كير بتاع هيكا؟ هموت واعرف. ما تحرجنيش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لو يبطل يلبس السكيني جينز دي والله العظيم هيروح في حته لا يا عم، لا يا باشا، ده يلبس، ده ان شاء الله ما يلبسش يا باشا، ده على راسي. ايه يا حبيبي طبعا الموضوع ده هيبقى صعب عليا. قوم قاعد فاهمني. والله يا اسطى مبسوط لموت والله لا يا العظيم اسطى والله العظيم بقول لك انا بجد ده المسلسل ده هتابعه في رمضان بجد. مبتسم له بجد يا اسطى، امبارح وانا بشوفه وانا قاعد على السرير كده مبتسم يا اسطى بدون سبب بجد، فرحان له. الراجل ده يا اسطى تعب كتير قوي، ده جابها من تحت قوي يا اسطى. ده كان عامل سندوتش برجر بالبتنجان يا اسطى. فاكره كان يعمل كده يا اسطى؟ فاكره بيعمل كده؟ لا كده. انا غير مؤمنه بعمل الراجل على الاطلاق، ولو هشحت كده مش هشغل جوزي الزوجه الصالحه. دكتور اسلام من اكونت فيك. بقول له مساء الجمال يا عم تلعبني عليا. مش هتستنى طب ما تفطرك الاول وبعدين تنزل؟ معلش يا ماما بقى لازم تروح شغلها. تحفه فنيه يعني يا اسطى مش طبيعي بجد. انا بقول لك تحفه فنيه. اتمنى واحده من اللي بتقول المساواه بتاعها تنزل الساعه 10 الصبح تجيب الموارد للمطعم وتجيب بقى كل ده. يا ابني كفايه تسويق لمطعمك يا اخي، ادعي عليه يا ابني، كفايه تسويق. المهم يا كوك انت نورتني جدا 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 النهارده والله يا اسطى انا اكتر، بس يا ريت يا اسطى يا ريت يعني ما نكررهاش تاني عشان يعني الساعه 5 الفجر. صح ومش جايب لي تيمو فرايز معاك. كفايه بقى تسويق للمطعم بقى. انت ايه ده تاني بس كده يا جماعه؟ كان معكم هيكا تيمور العواطليه من احدى فيديوهات اليوتيوب.
هتشوفونا باذن الله على قناه الشطرنج او هتلاقوني على قناه تيمو فرايز بنزل فلوجات هناك كل يوم. يا ابني انت بتنزل على قناتك الاساسيه عشان تنزل فيها. انا صح، انا بروج بس بروج من غير ما